في الرباط وبنبرة حازمة حملت الكثير من الدلالات، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تحذيرا صارما إلى مدبري الشأن المحلي، مؤكدا أن زمن التساهل مع من يعبث بأموال الجماعات أو يستولي على أملاكها قد ولى، وأن ساعة المحاسبة قد بدأت فعلا. خلال جلسة مناقشة ميزانية وزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، شدد الوزير على أن كل من سولت له نفسه الاستحواذ على أرض في ملكية الجماعة أو اختلاس درهم واحد من مالها العام سيحاسب، قائلا بصريح العبارة: اللي داش أرض في ملكية الجماعة سوف نحاسبه، ومن أخذ أرضا ليست له عليه أن يعيدها، ومن الأفضل له أن يعيدها لأنه غادي أمصل معاه لخزيت، ومن أخذ درهما واحدا ديال الجماعة الترابية ليس له، فمن الأفضل له أن يعيده، يرد بالخاطر أمين أو غادي يرد بزاز منه. وأضاف أن الوزارة لن تسمح بالاستحواذ على متر مربع واحد من أراضي الجماعات. هذه التصريحات التي ترددت أصداؤها داخل قبة البرلمان وخارجه تأتي في سياق تأكيد وزارة الداخلية على تشديد المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة. الوزير كشف عن فتح تحقيقات في مدينة الدار البيضاء ومدن أخرى لضبط المخالفات المرتبطة بأملاك الجماعات ومتابعة المتورطين فيها، مؤكدا أن هناك إرادة واضحة لتصحيح المسار وحماية المال العام. في المقابل، أثنى الإفتيت على فئة من المنتخبين الذين وصفهم بالنزهاء والأتقياء، مؤكدا أنهم يؤدون مهامهم بروح وطنية عالية، لكنه انتقد فئة أخرى تعد على رؤوس الأصابع لا تساعد السلطات ولا تتعاون في استرجاع الحقوق الجماعية عبر المساطر القضائية، ما يعرقل حسب قوله مجهودات الإصلاح. ووفق تقرير وزارة الداخلية، فإن المفتشية العامة للإدارة الترابية واصلت خلال سنة 2025 تعزيز آليات المراقبة والافتحاص، حيث أنجزت 143 مهمة واتخذت 84 إجراء، من بينها ما يقارب 44% إحالات على المحاكم، منها 23% على المحاكم الإدارية، و15% ذات صبغة جنائية، و6% إحالات على المجالس الجهوية للحسابات للنظر فيها كمخالفات تأديبية متعلقة بالميزانية والشؤون المالية. ووفق التقرير نفسه، فإن 80 مهمة من أصل 143 تتعلق باختلالات في تدبير شؤون بعض الجماعات الترابية، بينما 57 مهمة همت مجالات التدخل الإداري الترابية. أما على مستوى التدقيق المالي والمحاسباتي، فقد أنجزت المفتشية 30 مهمة شملت الجهات والعملات والأقاليم والجماعات المحلية. وأفادت المعطيات الرسمية أن الإجراءات المتخذة بعد مهام التفتيش والبحث تراوحت بين توصيات تقويمية بنسبة 37%، وإحالات على المحاكم الإدارية بنسبة 23%، وإحالات على النيابة العامة بنسبة 15%، إضافة إلى 6% من الملفات أحيلت إلى المجالس الجهوية للحسابات للنظر فيها كمخالفات تأديبية متعلقة بالميزانية والشؤون المالية. وفق المصدر نفسه، فإن نوعية الإجراءات تختلف حسب طبيعة الخروقات، فبعضها يكتسي طابعا تقويميا بسيطا لا يؤثر في مالية الجماعة ويتم تصحيحه بتوصيات محددة، فيما تتم إحالة الملفات ذات الطابع الجسيم أو التي تمس بأخلاقيات المرفق العام إلى القضاء الإداري أو الجنائي لضمان عدم الإفلات من العقاب. ولم تقتصر مهام المفتشية العامة على التفتيش المالي فحسب، بل شملت كذلك دراسة الشكايات والتظلمات التي تردها من المواطنين، سواء عبر البوابة الوطنية للشكايات أو من خلال العملات والولايات والسفارات المغربية بالخارج، إضافة إلى التنسيق المستمر مع مؤسسة وسيط المملكة في هذا الإطار. كما تطلع المفتشية بمهام موضوعاتية بتكليف من وزير الداخلية، أو تلك التي تقتضيها خلاصات التقارير الرقابية السابقة في إطار اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات دولية بينها البنك الدولي لقياس مؤشرات الحكامة المالية وتقييم مدى احترام الجماعات للمعايير القانونية في تدبير مواردها. التصريحات القوية التي أطلقها وزير الداخلية حملت بحسب متابعين رسائل سياسية وإدارية واضحة، مفادها أن الدولة تتجه نحو مرحلة جديدة من الصرامة في التعامل مع قضايا الفساد المحلي. فالعبارات التي استعملها الوزير بدت غير مألوفة في لغة المسؤولين، وهي تعبير عن نفاذ صبر الوزارة من تكرار التجاوزات التي تمس بأملاك الجماعات الترابية وتعيق التنمية المحلية.
يرى عدد من الفاعلين الحقوقيين أن هذا التوجه يشكل فرصة حقيقية لتطهير الحقل الجماعي من المفسدين الذين استغلوا مواقعهم للاختناء غير المشروع. فعبد الوافي لفتيت، وهو المعروف بدقته الإدارية وحزمه، يرسل اليوم إشارة قوية بأن وزارة الداخلية عازمة على تجاوز مرحلة التنبيهات إلى مرحلة المتابعات القضائية. وفي تعليق له، اعتبر الفاعل الحقوقي رضوان دليل الممثل القانوني للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب أن ما جاء على لسان الوزير هو مطلب طالما رفعه المجتمع المدني، مؤكدا أن المطلوب الآن هو الانتقال من الأقوال إلى الأفعال عبر فتح تحقيقات ميدانية وإيفاد لجن تفتيش إلى الجماعات التي ظلت بعيدة عن الرقابة. من جانبه، أوضح الباحث الجامعي عبد الرحيم أضاوي أن الجماعات الترابية وإن كانت تتمتع باستقلال مالي وإداري إلا أنها تخضع بحكم القانون لمراقبة وزارة الداخلية، مؤكدا أن العديد من الاختلالات التي تعرفها بعض الجماعات تعود لسوء التسيير والتواطؤ في بعض الأحيان بين المنتخبين وبعض المواطنين أو المستثمرين، مما يؤدي إلى ضياع أراضٍ جماعية ومصالح عمومية. ويرى أضاوي أن تجديد المراقبة وتفعيل المساءلة القانونية من شأنه أن يحد من هذه الاختلالات، مشيرا إلى أن ما قاله لفتيت يعكس إرادة سياسية حقيقية لإعادة الاعتبار للمال العام وضمان تدبير شفاف يواكب متطلبات التنمية المحلية. الرسالة التي أراد وزير الداخلية إيصالها كانت واضحة: لا أحد فوق القانون، ولا تهاون مع من يتلاعب بأموال أو أراضي الجماعات، فالدولة كما قال لن تسمح بالاستحواذ على شبر واحد من الملك الجماعي دون وجه حق، ولن ترتد في إحالة الملفات إلى القضاء مهما كانت الأسماء أو الانتماءات السياسية. هذه النبرة الجديدة في الخطاب الرسمي تعيد الأذهان إلى بدايات حملات سابقة ضد الفساد الإداري والمالي، لكنها هذه المرة تتخذ طابعا أكثر حزما وشمولا، مدعومة بإحصاءات دقيقة وتدقيقات ميدانية متواصلة. وفي انتظار نتائج التحقيقات المفتوحة في عدد من المدن، تبقى الأنظار متجهة إلى وزارة الداخلية لمعرفة مدى قدرتها على ترجمة الوعود إلى واقع ملموس، وعلى إحداث توازن حقيقي بين تشجيع العمل الجماعي وحماية المال العام. وبين التحذير والمساءلة، يظهر أن المغرب يدخل مرحلة جديدة في إدارة الشأن المحلي، عنوانها الصرامة والشفافية، وهدفها ترسيخ الثقة في المؤسسات وربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى لا يبقى أي درهم أو متر من أملاك الجماعات خارج دائرة القانون.